صباح الخير يا جماعة. النهاردة بقى فيديو جديد ليوم جديد، يوم جمعة لطيف كده. طبعا الفيديو انا حاولت ان انا اخلصه بدري عشان ان شاء الله يعني انزله لكم النهارده. بدأت بقى اليوم كده بفطار متين كده عشان نكمل ببقية اليوم، بس هتلاقوني في اخر الفيديو اصلا بصيح كده من كتر الجوع، بس ده شيء طبيعي يعني مع الرضاعة والحاجات دي. جبنا بقى فول وطعمية وقلت بطاطس وعملت جبنة بحبة البركة، وزي ما وعدتكم كل فيديوهات ان حبة البركة دي حاجة اساسية لانها فعلا يعني حلوة جدا. خلاص. ونزلته لكم شورت على فكره الفيديو دوت من شويه. شربنا بقى كوبايه الشاي المتينه، وبدات بقى ان انا اشوف يومي ايه اللي موجود فيه. انا كنت عايزه اروق، بس في نفس الوقت مش عايزه اتعب نفسي. كده كده هروق ترويق عميق يعني فيما بعد قبل رمضان. فقلت ايه ان انا لمع الدنيا بحيث ان انا لما اقف عشان اعمل الغدا. وعلى فكره انا هعمل غدا ما عملتوش من سنتين اصلا في البيت، يعني يعتبر مره واحده وخلاص، يعني متجوزه مثلا بقالي سنتين ما عملتوش تقريبا يعني. فكان نفسي فيه قوي، فقلت اما اعمله النهارده. وبرده بحاول ايه افضي التلاجة واعمل الحاجات اللي موجوده فيها عشان لو هفرز او حاجه، يعني الحاجات ما تفضلش فيها وقت طويل يعني. تمام. لمعت بقى الدنيا بره في الوقت دوت، كنت انا اصلا خلصت الريسبشن بره ونضفته كده، بس هي الفيديوهات مش مترتبه صح. بس انا بحكي لكم يعني دلوقتي الفويس اوفر بالترتيب بالظبط يعني. روقت وكده ولمعت الاماكن اللي عايزه تتلمع، وعملت يعني سوري الحمام اللي موجود اللي احنا بنستخدمه على طول. ودخلت بقى عشان اروق الحوض واروق الرخامات وكل الكلام ده. ما كانش عندي بصراحه مواعين كتيره، اول مره اشارك معاكم اصلا وانا بغسل المواعين وكده. ولكن يعني ايه، بما ان انا يعني بدات كونتنت جديد، فقلت بقى ان انا ازود حاجات جديده ممكن تجذب برضو انتباهكم وتكونوا بتحبوها، لان انا كنت بحب الحاجه دي. سكيب بقى جوزي اللي بيجري ورا دوت، عماله اقول له انت بتطلع في الفيديوهات بس هو بيجري يعني اساس ان هو كده مش هيبان. تمام. فمع الاكس 2 بقى فانتوا تخيلوا بقى المهزله. بس كده. هنا كان بياكل استفندي برضو، معلش يا جماعه هو لازم ينورنا في الفيديو. لما خلصت بقى اليوم بدري بدري كده، حسيت فعلا بفرق فظيع. انا هشرح معاكم كل طريقه الحواوشي كمان شويه بالتفصيل وكده، ولكن حالا قلت ايه اطلع يعني اقول لكم الفيديو هيمشي ازاي وكده، نقول لكم ان انتوا وحشتوني جدا، وان اي حد فعلا بيتفرج عليا انا بحبه جدا. وان شاء الله لو كان عندك حلم انت كمان تحققه وربنا يوفقك فيه وكده ان شاء الله ان شاء الله يعني. وتكون الجمعه فعلا جمعه مباركه عليكم كلكم، وتحققوا فيها كل اللي انتوا عايزينه، ويبقى يوم لطيف وخفيف ومنجز جدا عليكم. الطقم ده بقى انا بحطه دايما على اليونت اللي تحت التلفزيون. بدات ان انا المعه كده والمع الازاز كله اللي موجود في الريسبشن كله يعني. انا ما حبيتش بصراحه اتعب نفسي، لان لسه برضو يعني على ما تتفرجوا على الفيديوهات تعرفوا ان انا كنت بمر كده بمرحله فقدان شغف وشويه مشاكل كده وحاجات. ف مش عايزه ارجع احس ان انا هلكت نفسي فارجع لنقطه الصفر تاني. فبحاول بس ان الدنيا قدامي تكون متلمعه وكويسه ونظيفه، لان ده حاجه اصلا بتساعدني ان انا اتخطى كل حاجه. بس يعني فقلت ان انا اظبط الدنيا كده، وكنت عارفه ان انا عندي اكل بقى خفيف لطيف كده، فما كنتش شايله هم اي حاجه. شفطت بقى بالمكنسه والتراب والحاجات اللي في الركنه وكده ونفضتها. طبعا انا مش بكتفي ان انا اشفطها بس، لا انا يعني المحلول اللي انا بنضف بيه دوت بيبقى خل على منظف كده مفروشات، بحطه بجد بيخلي ريحتها حلوه وبيلمعها وكل حاجه. بس تاكدوا ان انتوا الفوطه اللي بتستخدموها فوطه نظيفه ومفروشات بس، عشان خاطر ما تعملش معاكم ريحه بالعكس يعني. تمام. بس كده. جيت لكم بقى في نص اليوم عشان نعمل الغدا مع بعض. انا هنا عندي ربع كيلو لحمه مفرومه، طبعا الدنيا من حواليا نظيفه جدا وخلصت كل حاجه، ودي اكتر حاجه بحب اعملها ان انا اروق وبعد كده اعمل الغدا عادي جدا. بس كده. انا زي ما انتم شفتوا بقى روتيني، انا كنت عايزه اقول لكم او قلت لكم في الفويس على حسب، لسه مش عارفه طبعا. انا بطلع لكم بعد كده برجع اعمل فويس اوفر، فبقاش عارفين ترتيب الكلام، ولكن حابه افتح لكم قلبي شويه. ده مش اول فيديو انا صورته، انا رجعت من فتره. استنوا عشان في ناس بتبني جنبنا والصوت عالي قوي بتاعهم. تمام. ف يعني نزلت وعملت فيديوهات بس ما كنتش بنزلها، والمره دي كمان عملت فيديو هو اللي مش راضي ينزل على اليوتيوب، مش فاهمه فيه ايه. طبعا القناه وقعت والريتش وقع وكل حاجه وقعت. بس انتوا عارفين لما بتكونوا بتعملوا حاجه انتوا بتحبوها بغض النظر عن النتيجه، انا بعمل كده دلوقتي. خدت ده طريقه ان انا اطلع بيها من اي اكتئاب او اي حاجه انا حاسه بيها الفتره دي. بس كده. فان شاء الله كل حاجه تتصلح، وان شاء الله كل حاجه ترجع، وان شاء الله الكواليتي تعجبكم. بس كده. النهارده بقى هنعمل ايه؟ حواوشي، عشان انا نفسي فيه جدا جدا جدا.
الربع دوت هحط عليه البصلتين دول، هضربهم في الخلاط، ومعايا فص ثوم صغير، ومعايا قطعه دهن كده انا عيناها هستخدمها برضو. بحب احط عليه فلفل احمر، بيخليه كده عارفين يعني ايه لونه احلى. ده اول حاجه. وتاني حاجه مسكر، بجد خليه مسكر، فممكن احط نص فلفل احمر ونص فلفل اخضر عشان الكميه مش كبيره وانا عايزه احس بطعم اللحمه. فتعالوا مع بعض نشوف هنعمل ايه. بصوا كنت عايزه اوريكم انا بفرز الاذان بيأذن، فلو عندكم الاذان بيأذن برضو قوموا صلوا، سيبوا الفيديو طبعا. بس كل واحد عارف ايه دنيته يعني، تمام؟ عشان ما تقولوش ان الاذان بيأذن وانا مش بصلي، تمام؟ هنا بسيب حتى لو نصها، بجد مش بتخسر خالص ان انتوا تحطوها في كيس وتطلعوا الهواء وتحطوها وبتفرزوها سليمه كده تطلعوها. اهم حاجه ان هي ما تنفعش في سلطات، ما تنفعش في الحاجات دي. هي بتحب الخلطات، بتحب ان هي تدخل في الصينيه على النار على طول، انها ما بتحبش السلطه لانها خلاص اوريدي كميه الميه اللي فيها مش تبقى كافيه ان هي تتاكل فريش كده ويبقى طعمها حلو وتقرش كده وتبقى حلاوه الفلفل الالوان عموما، تمام؟ فانا بستخدمها في الوصفات اللي زي دي كده. فهاخد النص دوت مع النص الفلفل الاخضر وكنا هضربهم في الخلاط واجيلكم. بصوا بقى هقطعهم كلهم في الكبه. انا قلت لكم من دقيقه في الخلاط، بس لا هو في الكبه. وهرجع على فكره بعدها اخرج منهم الميه برضو عشان لما يتحطوا في العيش ما يبوظوش العيش او يخلوه اللي هو ايه مفرول كده لما يدخل الفرن. بصوا كده تمام. بسهل بس على الخلاط شويه. هنا بقى دوت الجزء من الدهن، يعني مثلا لما بجيب لحمه وعاوزه افرزها او كده بشيل منها قطعه، لما بحس ان القطعه اوفر قوي على الدهن باخد منها الحتتين دول وبعينهم وبستخدمهم بقى في الكفته، بستخدمهم في حواوشي، بستخدمهم في الحاجات اللذيذه دي. هفتحها كده واجيلكم. بصوا شكلها من جوه اللي هو فعلا مهريه خالص، وبنفس الوقت فيها قرشه بسيطه كده. البصل بهدلني، استنوا كده واجيلكوا تاني. بصوا بقى اللحمه هنا فكه خالص اهي كده، تمام. وهنزل عليها بقى بالخلطه دي كلها. اصلا الكميه حاسه ان هي كترت قوي بقى، فايه مش عارفه هعرف يعني احطها كلها في العيش ولا ايه، بس ممكن نخلي الرغيف ايه مليان كده وحلو. انا اصلا ميته من الجوع بجد، مع ان انا فاكره لو شفتوا الشورت تعرفوا انا فاكره ايه النهارده، فروحوا اتفرجوا عليه. البصل مش طبيعي بجد. اقلبهم بقى في بعض كده كويس قوي 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 قوي. كنت بقول لكم ان انا فتره كويس او مش كويس، انا فتره اكل بيشبع بس مش كلت منه كتير، يعني يعتبر رغيف او حاجه. بس عارفين انتوا البصل الحراق قوي يا جماعه، انا دلوقتي كده ماشي. بقول لكم بقى ان انا كنت حاطه الاكل كتير وكل حاجه، بس انا مش عارفه ما اكلتش كتير ليه، اصلا ما نمتش كويس برضو بسبب يحيى، اظن باين عليا. بس يا جماعه بصوا بقى، انا دلوقتي هنروح هناك نتبل، او ممكن اجيب لكم التوابل هنا عشان حاسه هنا الاضاءه احلى، وهدي كده اللي انا فيه دوت واجي لكم تاني. بصوا بقى البهارات اللي انا هحطها. انا هنا عندي فلفل اسود، انتوا عارفين انا جايبه فيديو المشتريات جايبه فيه بهارات وريتها لكم هناك، ولكن انا مش عايزه افتحها دلوقتي. بحس ان طول ما هي كده تعتق اكتر والريحه بتفضل فيها. حتى مش عايزه احط بهارات كتير في الحواشي، عايزه احس بطعمه. احط حبه كاري صغيرين قوي. ده كده بهارات مشكله، تمام. بس كلها كده هحط يعني حاجات لا تذكر، عشان بجد اللحمه حلاوتها في ان انت تحس بطعمها يعني في الاكل ده بالذات. حط بس يعني بجد ربعها كده بس مش اكتر. طبعا عشان اللون احط بابريكا، تمام. برضو حاجه بسيطه جدا. والملح، هو انا حطيت ملح يا جماعه؟ لا صح ما حطيتش لسه. الملح برضو مش هكتر، لان انا بحس ان الناس اللي هم بيبيعوا اللحمه المفرومه دي بيحطوا ملح كماده حافظه، فاتس اوكي بالنسبه لي كده قوي، اللي هو يعتبر مع الاقل ربع كده ولا حاجه، لان انا هحط ربع كيلو لحمه بس. هرجع بقى البهارات مكانها وهجيلكوا تاني نعجن مع بعض. دلوقتي بقى مش هستنى ان انا اقلب بالمعلقه، لا يعني خلاص
اعجن بقى عجنه كده محترمه كده. بصوا كده اهو كده تمام. قلبه كويس قوي، كل البهارات تدخل في بعضها، عشان خاطر لما تتحط في الرغيف او كده بجد هتطلع اللي هو طبقه سميكه وحلوه قوي متماسكه، تقطموا كل الاكل مع بعض. ما تحسوش ان انتوا جوه لحمه فعلا متعصجه اللي هو فكه عن بعضها. انا بحس الحواوشي الصح اللي هو ايه، جوه قطعه اللحمه برجرايه، فاهمين حاجه؟ انا بحب كده قوي يعني. هنعجن بقى فيها حبه حلوين. انا هنا محضره العيش اللي هو البلدي، عارفينه اللي هو كده اللي هو ايه، اللي هو ده تمام. انا بحب الابيض وجوزي بيحب اللي هو متحمر من وشه، فجايبه تقريبا شويه كده وشويه كده اهو من عند مامتي. اتاكدت ان هم كلهم بيفتحوا، فانا هرص فيهم اللحمه على قد ما هياخدوا، وهحط عليهم ميكس جبن كده من على طبقه اللحمه. بجد جعانه والله جعانه، وهدخلهم الفرن. انا عاده على فكره يا جماعه بعشقه على البوتاجاز جدا يعني، بس حاسه المره دي ان انا هدهن وشه كده. كل حاجه تشوفوها معايا، بس انا بقول لكم يعني هدهن وشه سمنه او زيت. بس بما اني انا هحط هنا دهن، فهنحط رشه زيت بسيطه. بحس اصلا ان الزيت بيديله قرمشه كده. اوكي، وهندخله بس الفرن. مش هناكل جنبه اي حاجه غير الصوصات. عندي كذا صوص كده، مايونيز وكاتشب وحاجات من دي، عايزه اخلصها عشان التلاجة ورمضان كده كده ما استخدمهاش في رمضان كتير. بس كان كده حلو قوي يعني. تمام، يلا بينا بقى نحط جوه العيش واوريكم هنرص ازاي. بصوا انا هجيب بقى الرغيف اللي هو كده، بعمل له فتحه صغيره من هنا خلاص اهو، اللي هي على قد ايديا بس ما تدخل، لان ما بحبش افتحه للاخر كده. تمام، اتاكدوا بس العيش وانتوا بتختاروه ان هو يكون بيتفتح. تمام، بعمل الكوره كده على قد الرغيف ان شاء الله، يعني يعمل كذا رغيف ويبقى اكله مشبعه، عشان ما نضطرش نعمل عشاء تاني. بس يعني قشطه يعني مش مشكله. هوريكم انا برصها ازاي كده. بصوا من جوه اضغطوا عليها كويس بحيث ان هي تبقى كتله كده على بعضها. هرص الجبنه بقى بس في الاخر، هرش هنلحق نفسنا بقى نعمل واحد ابيض وواحد وشه مستوي، عشان انتوا عارفين بقى الرجاله وبتتقمص وكده. خلاص هعمل بقى الكميه، ولما اجيلكم وانا بحط الجبن هقول لكم انا عملت كام رغيف من حوالي ربع كيلو اللحمه كده. جيت لكم تاني. بصوا حطيت هنا في الصينيه دي شويه زيت اهمت، هعمل بيهم ايه بقى، احاول ادهن بيهم كل الرغيفات. هم عمل معايا 4 خلاص، فانا هدهن الارضيه الاول بس. انا عايزاكم بس تعذروني على الصوت، الفرشه وقعت. استني بقى عيب كده، الكواليتي بتاعتها اصلا مش حلوه خالص. بصوا بقى العيش كده هرصه. بصوا من جوه مش عارفه ده فيه جبنه ولا ايه، ده ما فيهوش، ده ساده خلاص. هرشه بقى ايه بالزيادات كده خلاص، برده زي ما قلت لكم كده فيه دهن كتير قوي. بصوا ده بقى اللي محشي جبنه خطير يا جماعه. لما الجبنه هتسيح هتاكلوه من هنا بقى وتناموا بقى خلاص كده. بحاول ان انا بس ايه اوصله كله ان هو يبقى فيه متشبع بالزيت. انا عملت 2 جبنه و2 عاديين، لان انا جبت اكبر صينيه اصلا، قلت عشان يبقوا مرتاحين فيها، ولا مرتاحين ولا اي حاجه يا جماعه والله. مش عارفه اكبر شويه كمان ولا ايه، مش عارفه، بس هنحاول يعني. ده برضو ساده خالص اهو. تمام، اخر شويه زيت معانا، نحاول بس ندي للوش كده. ان احنا ممكن نحتاج نقطه كمان ولا ايه، اللي هو لا هو كده حلوه قوي قوي قوي. بصوا اهو، حاسه ان انا هحتاج ان انا اقلي معاهم بطاطس. هو كده كده عامه لو في العادي اي بني ادم بياكل رغيفين هيشبع من اي اكل تاني، ما بالك ده بقى جواه لحمه وجواه الجبن وكده، فحتى ان هو يعني اناف وكده. ولكن ممكن
ممكن اعمل جنبه بطاطس، يعني اشوف جوزي كده هنتصل ونشوف كده الاخبار ايه، ونشوف محتاج حاجه تانية ولا لا. بس فانا هدخله على الرف اللي في النص كده، حوالي مثلا يعني على برضو على نار متوسطه، حوالي نصايه كده على مهله كده، اللي هو يعني ياخد والجبنه تسيح واللحمه تستوي كويس وكده والدنيا تمام. خلاص هوريكم بقى النتيجه بعدين، ولو عملت حاجه تانية هقول لكم برضو. بصراحه ما قدرتش ماخدش سناك كده على ما يجي، فهناكل الموزايه دي مع بعض. واحاول اقول لكم ان انا محتاجه تشجيع. مش انا عارفه ان مش في ناس كتير بتتفرج، ولكن بحس ان اليوتيوب دوت حد بكلمه والله. فعشان كده لما باجي فتره ان انا اقطع خالص بحس ان انا وحيده، بحس ان انا مش معايا حد، مع انه انتوا مش كتير، ومع ان في ناس كتير جدا مش بتكتب كومنتات، بس لما حد بيعمل سبسكرايب بحس اللي هو في حد سمعني، في حد قال بتعمل حاجه، طب ايه رايكم نتفرج عليها فيديو كمان، نديها فرصه فيديو كمان. بحب الناس، بحس ان الناس بتعمل سبسكرايب ناس حنينين، ناس زيي كانوا بيدوروا في اليوتيوب على ناس يشغلوا يومهم بيهم ويكونوا اصحاب منهم مهمين. لان انا اكيد كنت بتابع ناس كتير جدا قبل كده وكنت بحبهم، وكنت يومي كله قايم عليهم حرفيا، فكنت ببقى مبسوطه، كنت حاسه بالونس، كنت بروح الكليه وبرجع عايزه اتفرج عليهم الناس لما يعرفوا ان انا عايزه اقول حاجه من جوه قلبي. تيجوا نروح مكان تاني ولا هيسكتوا؟ طبعا يحيى نايم فوق فهم يصحوه بالقرف اللي هم بيعملوه. ولكن بقى كنت بقول لكم ان انا كنت بروح كل مشاويري عارفه ان انا هرجع مثلا اللي انا بحبها هتنزل فيديو النهارده فهتونسني، فهجيب شيبسي وانا راجعه عشان اتفرج عليها، عشان هي طول كلام انا بحبه وعارفه حياتها وكل تفاصيلها، فاكيد هتبقى محتاجه مشاركتي، فبكتب كومنت ومش عارف ايه وكده. مش عارفه انتوا فاهمين مشاعري ولا لا، بس كل الناس اللي بتحب اليوتيوب بتحب الفيديوهات الطويله بتاعت الناس والديلي روتين وان هم يبقوا ان كده في حياتك. مش عارفه معظمهم ناس مرضى نفسيين ووحيدين كده، وكان عندهم عزله زمان زي كده، هم دول اللي بيحبوا اليوتيوب يا جماعه. هو احنا سبسكريبشن كتيره للناس كلها اللي عاملين قنوات، هو احنا بس كده. لان بلاقي الناس اللي عندهم شغل وعندهم حياه وكان عندهم حياه كتير صغيرين وقرايب وعيله ومش عارف ايه، بحس ان هم ايه ده ازاي بتقعدوا تتفرجوا على ده كله، انا رايح عند كذا انا رايح عند كذا. بس احنا يا جماعه الناس الوحيدين دول احنا بقى بنحب اليوتيوب. انا هاخدكم من هنا عشان دماغكم ما تصدقش ان الصوت اللي بره ده. باي معلش على الصوت دوت، بس انتوا مستعدين تشوفوا الحواوشي؟ بصوا مش حاجه لازقه، مش حاجه وحشه بجد بجد. انا عايزه امسك لكم واحد من اللي هو فيه الجبنه شكله من جوه خطير، مش عارفه. بصوا لكم انت تخيلوا انا مسكت ايه عشان اوريكم بجد. طبعا سايح بس انا بحب كده جدا يعني. بس هنروح بقى ناكل. نسيت اقول لكم ان انا ثانيه واحده قلت بطاطس، خفت ان احنا ما نشبعش لان الاكل ده بيشبع بيفتح النفس اقصد، يعني مش بيشبع قوي. بس ده كان غدايا. استنوني بقى عشان هنعمل كوبايه كده ايس كوفي بعد الوجبه دي عشان نعرف نفوق تاني، بس هعملها معاكم بقى بس مش دلوقتي. بصوا بقى انا جيت لكم طبعا تنحت بعد الاكل، فمش قادره ان انا اجي خالص اطلع بوشي وكده، فقلت لازم اعمل قهوه عشان عايزه اصور شويه حاجات تانيين. تمام. انا اصلا النسكافيه بتاعي بيخلص اللي هو ده روز جاردن، طعمه حلو يا جماعه على فكره، مش تقيل قوي زي التاني، مش بيوجعلي بطني قوي، بس انا ما جبتوش تاني المره دي في المشتريات، وهتلاقيني بقول لكم كده برده في الفيديو بتاع المشتريات بتاعه رمضان. عشان مش كل الناس هتبقى عايزه تشرب نسكافيه بلاك، جبت نسكافيه عادي وعشان ما نصرفش مصاريف كتير برده قلت لا كفايه قوي كده، لان انا برده مش هيبقى عندي وقت كفايه ان انا اشرب ايس كوفي بالليل او الحاجات دي كلها. فلو حبيت بصراحه اعمله بالنسكافيه العادي عشان مش هقدر ان انا اعمله بالنسكافيه البلاك. تمام. بس كده اشوفكم بقى في فيديو جديد ان شاء الله. الحق انزله لكم النهارده، انا خلصت مونتاج كل الجزء اللي انا صورته، فاضل الجزء دوت. لما تشوفوا الفيديو دوت ادعوا لي كتير واعملوا سبسكرايب ولايك وكل حاجه. باي باي.